العساس، الاسم اللي فضل معلق في ذاكرتي لمدة 3 سنين كاملين، وده بسبب الموقف المرعب اللي مر عليا. ايه اللي حصل؟ يلا بينا نعرف. لكن في الأول طفيلي النور وحضر مشروبك المفضل، ويلا بينا نحكي الحكاية. أنا مصطفى محمود، ودي حكاوي الدرش. الحكاية دي حصلت لي قبل ما أسافر الغردقة وأنا في البلد. قبل ما أخش سنة أولى كلية كنت شاب زي أي شاب، مواظب على الجيم وبحب أهتم بصحتي. لكن مشكلتي الوحيدة مع الجيم كانت الطريق. عشان أروح وأرجع من الجيم لازم آخد طريق زراعي طويل جدا، يمينك وشمالك غيطان ذرة عالية ومفيش مصدر نور واحد. وفي ليلة من الليالي اتأخرت في التمرين لحد الساعة 1 بالليل. الطريق كان كحل ومفيش غير نور القمر اللي كاسر الضلمة. كنت ماشي في الضلمة وحاطط السماعات في ودني وبسمع أغاني، وفجأة حسيت بهوا بارد جدا خبط في وشي، وريحة تراب قديم زي ريحة المقابر فاحت في المكان. المهم وقفت مكاني أشيل من الريحة دي، فجأة لقيت صوت طالع من غيط الذرة اللي على يميني. بس ما كانش صوت حيوان، ده كان صوت تكسير حاجة تقيلة جدا بتكسر في الذرة. أنا أمشي هي تمشي، تكسر في الزرع، أنا أقف هي تقف. قمت طلعت الموبايل بتاعي بسرعة وشغلت الكشاف ووجهته ناحية الغيط. نور الكشاف كشف لي حاجة خلت قلبي يقف من الرعب حرفيا. عيدان الذرة كان طولها بيعدي 2 متر، والكيان اللي كان واقف جوه الزرع كانت راسه معدية الزرع بكتير. بصراحة يا جماعة مش عارف اوصفه لكم ازاي، بس الكيان كان شكله زي خيال اسود كبير ورفيع جدا كأنه عظم من غير لحم، وباصص في وشي. المشكلة انه ما كانش ليه ملامح، عبارة عن وش ممسوح، بس عينيه كانت غريبة جدا. عينيه كان بتعكس نور الكشاف وعاملة زي جمرتين من النار، لحد ما اكتشفت بعد كده إن ده العساس، حارس الأراضي اللي ما بيسميش على حد بيشوفه بالليل. المهم الكشاف بدأ يترعش في إيدي، والكيان ده بدأ يميل راسه يمين وشمال بحركة سريعة جدا ومجنونة مش بتاعت بشر. قمت أنا بأقصى سرعة عندي، رميت شنطة الجيم وطلعت أجري بسرعة جنونية. المشكلة إن ما سمعتش صوت خطواته ورايا، أنا سمعت صوت خبط ودب على الأرض بطريقة جنونية. وأنا بجري بصيت عليه، لمحته لقيته نزل على الأرض وبيجري ورايا بأطرافه ال4 زي العنكبوت. سرعته كانت مستحيلة وكان بيقرب مني بسرعة مرعبة. وفجأة لقيت كشاف الموبايل طفى لوحده، وبقيت بجري في ضلمة تامة وحاسس في أي وقت إن إيده الطويلة دي هتسحبني في أي لحظة. ونفس بارد جدا ومرعب ضرب في قفايا، وللحظة حسيت إن نهايتي خلاص، وإني هبقى مجرد جثة هتترمي في الترعة الصبح ومحدش هيعرف حصل لي ايه. فضلت ازعق بأعلى صوتي واقرا قرآن وانا بجري، لحد ما لمحت نور يافطة البلد من بعيد. واول ما رجليا لمست الاسفلت المنور، الصوت اللي ورايا اختفى فجأة وكأنه اتشفط في الأرض. وقعت على ركبي عند عمود النور وانا بنهج ومش قادر اصلب طولي. الشنطة بتاعتي فضلت في الطريق ده وما فكرتش ارجع اجيبها ولا فكرت امشي من الطريق ده تاني. العساس مش مجرد خرافة بيخوفوا بيها العيال، العساس كيان ملعون، لو شافك في منطقته مش هيرحمك. وانت
لو كنت مكاني ولقيت حاجة بتجري وراك بأربع رجول وشكلها مرعب وغريب، كنت هتعمل ايه؟ بصوا يا جماعة، أنا مش طالع أحكي قصص عشان أرعبكم وخلاص، أنا بحكي عشان تاخدوا بالكم. اللي حصل معايا في الطريق ده كان درس قاسي إن في عوالم تانية حوالينا. ولو الفيديو ده رعبك ولسه قلبك بيدق بسرعة، يبقى أنا نجحت في اللي عايز أوصله. ما تنساش اللايك والاشتراك وشير للفيديو. أنا مصطفى محمود، ودي حكايتي مع العساس. سلام.